عارفة يا اخواتي ان محدش هيعمل لنا لايك علشان الاكل بتاعنا النهارده بسيط. مش بعرف انا اعمل الكلام ده. اكلنا مش بسيط الحمد لله. النهارده اكلة الدفا وال الدفا كده، لو خدتلك طبق كده وكلتيه بشوكة مش جنبه اي حاجة انت شبعتي. هناكل ايه النهارده؟ كيس الكرنب ده او ورق الكرنب ده كان من السنة اللي فاتت، التخزين بتاع السنة اللي فاتت، فانا طلعته بقى النهارده خلاص علشان احنا هنبدا نخزن ان شاء الله الكرومب الجديد ونعمل بقى حاجات لرمضان، فخلاص كفايه عليه كده. نطلع بقى ايه الكرومب، نقول بسم الله. ايه بسم الله. انا عايزه اقول لكم ولع عليه من بدري جدا على نار هاديه، فاتمنى ما يكونش لزق. ما لزقش. فوت شويه خلطه رز، فقلت يا بنتي يا هندي طب ما انت عندك كام ممبرايه كده في التلاجة، طلعيهم تمام من الفريزر يفكوا وايه وحشيهم. والله هم دول بالظبط على قد الرز، تقولوش هم كانوا قاعدين ليهم. يا سلام. الصينيه دي اوه سخن سخن. الصينيه دي في قلبك في قلبك. ده تقولي لي بقى اكل من بره ولا اكل شارع ولا الكلام ده كله، مفيش احلى من اللقمه اللي بتعمليها في البيت. الورق ده ولا انا بس الورق اللي بيبقى في الاخر ده؟ الله. انتوا عارفين انا ساقيه الكرنب ده بشويه لبن بقشطه، جميل. وكان عندي والله العظيم زي ما بقول لكم كده بتاع ربع كيلو كبد وقوانص، من الكبد والقوانص اللي بشيلها لما بجيب فراخ، تمام. عملتهم بشويه بصل وطماطم كده وفلفل. يا ابويا مدام الخضره موجوده وكيس الصلصه موجود في الفريزر، وعندك الورق جاهز سواء كرنب ورق عنب بتنجان الكلام ده كله، الدنيا بتبقى سهله. كلموني عن الجمال والحلاوه. دي تورتايه، دي تورتايه، دي تورتايه. الورق ده من السنه اللي فاتت والله العظيم، ولا مجمد ولا مجلد ولا خد سوا ولا اي حوار. شويه كبد وقوانص في قلبك. اصبري بس اصبري. الف هنا وشفا. السلام عليكم.